مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في نشرتنا الجوية المفصلة، حيث نرصد لكم آخر المستجدات حول العاصفة القادمة التي تقترب من أجواء المملكة المغربية. التوقعات تشير إلى اضطرابات جوية قوية وأمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة، فابقوا معنا لمعرفة التفاصيل الكاملة. بداية من الليلة وخلال الأيام القادمة، تستعد المملكة لاستقبال اضطرابات جوية محملة بأمطار الخير، مما يبشر بعودة الأجواء الشتوية بقوة. لكن قبل أن نبدأ في التفاصيل، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وترك تعليق محفز وإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأصدقاء ليستفيد الجميع، فدعمكم هو المحفز الأكبر لنا لتقديم المزيد من التوقعات الحصرية والدقيقة. الطقس هذه الليلة: من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة أجواء هادئة نسبياً، دون تسجيل تساقطات مطرية كبيرة أو رياح قوية. لكن لا تنخدعوا بهذه الأجواء، فهناك مفاجآت جوية كبيرة تنتظرنا خلال الساعات القادمة. الأربعاء: بداية الاضطرابات الجوية. مع حلول صباح الأربعاء، تبدأ الأجواء بالتغير تدريجياً، حيث يقترب منخفض جوي نشط من أجواء المملكة، حاملاً معه أمطاراً غزيرة قد تكون رعدية في بعض المناطق، مع احتمال هبوب رياح قوية وارتفاع لمستوى الأمواج على السواحل الأطلسية. الخميس: العاصفة تصل إلى المملكة يوم الخميس. تدخل العاصفة المطرية بشكل رسمي إلى البلاد، حيث يتوقع أن تعم الأمطار الغزيرة مختلف المناطق، خصوصاً الصويرة، أكادير، الجديدة، طنجة، تطوان، العرائش، شفشاون، وزان، القنيطرة، الرباط والصخيرات. هذه الأمطار قد تكون رعدية قوية محلياً، مصحوبة برياح نشطة، وبحر هائج يصل ارتفاع أمواجه إلى 4.5 أمتار، لذا نهيب بالإخوة البحارة اتخاذ الحيطة والحذر. الجمعة: استمرار الأمطار واتساع نطاق التأثير. تستمر الأجواء الماطرة مع صباح الجمعة، حيث تنتقل التساقطات نحو مناطق أخرى مثل مكناس، الخميسات، تيفلت، والماس، خنيفرة، بني ملال، الفقيه بن صالح، وأزيلال، مع استمرار فرص الأمطار في الشمال الغربي والسواحل الأطلسية. السبت والأحد: الخير يتواصل. الاضطرابات الجوية لن تتوقف هنا، إذ تستمر التساقطات المطرية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتشمل مناطق جديدة مثل الناظور، الحسيمة، تازة، فاس، سيدي سليمان والدار البيضاء، مع توقعات بتساقط ثلوج على المرتفعات الجبلية مثل ميدلت، خنيفرة، إفران، وأعالي الأطلس المتوسط. تحذير مبكر: نظراً لغزارة التساقطات المتوقعة، ندعو الجميع إلى توخي الحذر، خاصة في المناطق التي تشهد سيولاً متكررة. البحارة على السواحل الأطلسية مطالبون بالحيطة بسبب ارتفاع الأمواج. المسافرون عبر الطرق الجبلية قد يواجهون صعوبة في التنقل بسبب احتمال تساقط الثلوج. نظرة إلى الأسبوع القادم: تشير التوقعات إلى استمرار الاضطرابات الجوية، حيث يتوقع أن تتجدد الأمطار بداية الأسبوع المقبل، مع تركزها على المناطق الشمالية والوسطى، واستمرار فرص تساقط ثلوج على المرتفعات. ختاماً، لا تنسوا أن توقعات الطقس قد تتغير، لذا تابعونا أولاً بأول للحصول على آخر المستجدات. شاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وابقوا معنا للمزيد من التفاصيل الحصرية حول الطقس القادم. طقس المغرب: عاصفة مطرية، أمطار غزيرة، تحذير جوي.